دكتور انا عايز اعمل زراعه، بس قبل الزراعه قول لي عليها ضمان قد ايه؟ ولو مش مدى الحياه مش هعملها، والفينيرز برضه لو مش مدى الحياه مش هعملها. لا حضرتك مش جاي تشتري غساله او ثلاجه عشان تسال على ضمان مدى الحياه. ده حتى الغساله والثلاجه عليهم ضمان 5 سنين. وبعدين لله المثل الاعلى، ربنا بيخلق الاسنان بتسوس وبتتكسر وبتبوظ، بيخلق الانسان نفسه بيموت. فطبيعي انا كبشر مش هعرف اعمل لك حاجه تعيش معاك العمر كله، خصوصا انها بتخضع لعوامل كتير قوي. يعني الزرعه تعيش او الفينيرز تعيش بتخضع لعوامل كتير خاصه بالمريض واكل المريض واسلوب المريض في نظافه الاسنان، الاهتمام بيها، الاهتمام بصناعه الماده، شغل الدكتور. الموضوع ليه عوامل كتير جدا. فهل انت تقدر تثبت لي العوامل دي كلها انها كلها تبقى بيرفكت ما يحصلش فيها مشاكل عشان اضمن لك مدى الحياه؟ انما السؤال الاهم بقى بالنسبه للي بيقول لك انا هعمل لك ضمان مدى الحياه من الدكاتره، هل هو يقصد انه لو عمل لك زراعه وانت جيت بعد سنه او سنتين الزرعه وقعت منك فهو ضامن يصلحها لك على حسابه باعتبارها ضمان مدى الحياه ولا لا؟ احنا عايزين نفهم برضه.